هل لما اتطلقت ارتحتي وانت كمان ارتحت؟ بدايه هنتكلم بعد سنه واتنين تلاقي استاذ مطلق والاستاذه مطلقه. اسباب الطلاق لما نيجي ندور عليها ونبص لها نلاقي استعجال وقله صبر. حياتك في بيت اهلك حاجه وحياتك معاه حاجه تانية، وانت مخطوبه حياه وانت متجوزه حياه تانية. حياتنا ورديه طول ما احنا بره حياه بعض، تليفون، واتس، نستمتع. لكن اول ما تخش بيته بتزيد مسؤوليات عليكي وعليه. بيبقى المجتمع مختلف والحياه مختلفه، الطريقه في الصحيان والنوم، في الاكل والشرب، حتى لو في كلامنا مع بعض بتبقى الطريقه مختلفه. بننصدم لما بنلاقي فجاه كلام بيخرج مش هو اللي كنا بنسمعه، وافعال بتحصل غير اللي كنا بنحلم بيها. بنبص نلاقي حياتنا بتتغير من حاجه لحاجه تانية خالص. هل ده عشان الشخص اللي معانا وحش، ولا عشان في حاجات طرقت جديده على حياتنا؟ بيت اهلك بتنامي وتقومي بمزاجك، بتلاقي اكلك جاهز ولبسك جاهز ونومتك جاهزه. في بيت جوزك بقيتي تصحي بدري تجهزي فطار، وبقيتي بعد ما كنتي مسؤوله من ناس بقيتي انت اللي عليكي مسؤوليه ناس تانية. بقيت بعد ما كنت تاكل وتشرب وتنام من غير ما تدفع جنيه او تدور او تفكر هتعمل ازاي وهتدبرها ازاي، دلوقتي بقيت انت الايد العليا المسؤول عن كل الحاجات دي، وفي رقبتك ناس. وده لب الموضوع. مسؤوليه بتزيد، ضغط عمل وضغط بيت وضغط مسؤوليات كبيره قوي. هل هنتحملها وهنصبر؟ اي حد فينا في حياته في بدايه حياته بعد ما اتجوز بعد فرحه على طول بتلاقي عنده كوم مسؤوليات، وتلاقي الدنيا ضيقه، وتلاقي الدنيا مش احسن حاجه معاه. كلنا مرينا بنفس الموضوع، بس اللي صبر وان بعد العسر يسرا. بعد ما صبر ربنا ييسر له حاله وفرجت وبقت جميله. لما تكوني في بيته انتوا لو وقفتوا عند كل حاجه حياتكم هتنتهي قبل ما تبدا اصلا. لو صبرتوا على بعض وتعلمتوا وساعدتوا بعض ان انتوا تتغيروا، حياتكم هتكمل وهتبقى من اجمل القصص اللي هنسمع فيكم. اختلافات، مفيش دماغ واحده ومفيش عقل واحد ومفيش اسلوب ولا حياه واحده. حضرتك في بيتك بحياه تانية خالص وهو في بيته بحياه تانية خالص. ازاي هتجتمعوا وهتكملوا اختلافاتكم دي الا لو صبرتوا وساعدتوا بعض؟ قبل الجواز حاجه، وفي فتره الجواز حاجه، بعد الجواز بحاجه بسيطه حاجه تانية خالص. لما تبتدي الامور وتبتدوا تتعودوا وتفهموا دماغ بعض وتفهموا انتوا عاوزين ايه من بعض، هتلاقوا حياتكم بقت اسهل وسلسه. هتلاقي حياتكم بعد ما يجي اولاد مختلفه خالص عن قبل الاولاد. كل ماده مسؤوليه بتزيد، بس كل ماده عظمك بينشف وتفكيرك بيتغير وقت ما تلاقي نفسك فعلا في وضع مسؤوليه. لكن هروبك المستعجل من المسؤوليه وهروب حضرتك المستعجله من المسؤوليه اللي هتتحط عليكي وانك ما كنتش طايقاه وما كنتش مستحملاه بينهي كل حاجه، بينهي قصتك وحياتك من قبل ما تبتدي. والامور مش سهله. اوعى تفكر ان كلمه طلاق سهله. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى حلل الطلاق بس ابغضه، ما بيحبوش. في اول حياتنا وفي طريقنا اللي بنبنيه مع بعض لازم نتنازل لبعض. لازم حياتنا يبقى فيها خد وهات. مش انا رايي الصح ومش هتنازل عنه، ورايك غلط ولازم تنكسري لي. لا، الامر شورى بينكم. تشاور. انت مش هتبقى شرطه ولا حاجه، بس وراء كل عظيم امراه، وراء كل حد ناجح امراه ذكيه، وذكائها ده نابع من فعلك معاها. هل انت هتساعدها ان هي تساعدك، ولا هتكسر وهتنهي القصه والعلاقه؟ العلاقه بيننا قايمه على ود، على محبه، على تراحم. اصبروا على بعض، اصبر عليها. تتعلم ازاي تبقى مرأة متزوجة عليها مسؤوليات بيت، وانت اصبري عليه يكون صاحب مسؤولية، يدور ازاي يكفي بيته. امور كتير تبقى سهلة وبسيطة لو فكرنا فيها ولو حبينا ان احنا نكمل. 25% من اطفال مصر بيعانوا من الاكتئاب والنفسية السيئة بسبب انفصال الزوج والزوجة. ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق، بس شرعه بطريقه منظمه ومرتبه وادى فرصه واثنين. قال تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني دلوقتي ده لك فرصه واثنين عشان تعيد تفكيرك تاني، عشان تعيد خطأك وتصلحه. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا اتسرعنا في اخذ القرار، احنا اتسرعنا في الحكم على بعض،
ما فكرناش في عيالنا اللي هيترموا مهما كنت هتعيشهم، مهما كنت هتصرف عليهم. هو حضرتك فاكره لما تتطلقي وسترونج وومن وتخرجي تشتغلي وتصرفي عليهم، هل ده هيديكي الحياه اللي هم كانوا يعيشوها مع اب ليهم؟ ليه ما نفكرش في عيالنا، نتنازل عن حاجات احنا عاوزينها عشان خاطر عيالنا؟ حياتنا بعد ما نخلف مختصره في عيالنا بس. طب اللي ناقصنا بنحاول نكمله، بنحاول نتغاضى عن امور كتير قوي نفسنا فيها وممكن نحققها في شكل تاني او مع حد تاني او بطريقه تانيه، بس عيالنا بيبقوا هنا صمام الامان اللي بيخلي بيوتنا متماسكه. حضرتك وحضرته غربه عن بعض، بس عيالكم خلوكوا اقرب ناس لبعض. نقطه الالتقاء بتكون في ولادنا، هل يستاهلوا ويستحقوا ان احنا نتنازل عشانهم؟ معاك العصايه السحريه اللي تقدر تفك بيها كل حاجه، بس مش عارفه توصل لها. ربنا سبحانه وتعالى ادى للانثى نعمه انها تقدر تسيطر، تقدر تتحكم، تقدر تلين الحجر، بس حضرتك بتاخديه ند وليس روح بيحبك وتحبيها وتقدري توصلي بيه لمنطقه الامان ليكي ولعيالك بدون ما تنفصلوا. بعد ما حياتك تنتهي وكل البيبان تتقفل وبابك يتقفل عليكي وتبقي لوحدك وتيجي تدوري على اخواتك وامك وكل اللي كانوا بيقولوا لك اتطلقي، وانت كمان هتلاقي كل واحد رجع لحياته سعيد وانت اللي الباب اتقفل عليك وانت قاعد وحيد، لا قادر تعمل ولا قادر تشوف عيالك ولا انت عارفه تصرفي عليهم ولا عارفه تعيشي حياتك سعيده. بنشوف الفتره دي الطلاق بقى سوشيال ميديا، حد بينزل انا عاوز اتطلق عشان واحد اتنين تلاته، وبتحكي حاجات ممكن ما تحكيش القصه كامله، وكل اللي في الكومنتات وفي التعليقات بيقولوا لها اتطلقي اتطلقي، انت صح، ازاي يعمل معاكي كده، ازاي حياتك تبقى كده وانت صابره عليه؟ وللاسف محدش شايف حاجه ولا حد حاسس بحد. انت كمان اوعى تخرج سر بيتك بره، ولا تحكي ولا تقعد تهزر وتجيب سيره بيتك مع اصحابك او مع حد. ابعد عن شيطان الانس اللي حواليك، ممكن حد فيهم يكون باصص اصلا لمراتك وبيشجعك تطلعها عشان يخلالوا الطريق ويخلالوا الجو، ومستكتر عليك عيشتك او حياتك او بيتك، او هو عنده مشاكل وشايفك كويس وبينغص عليك حياتك وبيهد حياتك وانت مش حاسس. حل ربنا قبل ما نوصل للطلاق قال تعالى فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاص الطريق وصل للنهايه، ابعتوا ناس حكماء، ناس عاقلين وفاهمين، ناس عاقله تستر ما تفضحش، ناس بتفهم تحل ما تعقدش. وانت اوعى توقف حياتك وتقول لا خلاص انتهت، لا، دور على حل المشكله، واقعدوا واتكلموا وتهاودوا لبعض وتنازلوا لبعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حياتكم. طب لو الطلاق حصل، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى في الطلاق ما تنسوش ان كان بينكم عشره، ما تنسوش ان كان بينكم حاجه حلوه، ما تجروش زي ما بنشوف على السوشيال ميديا دلوقتي، باركولي انا اتطلقت، باركولي انا مش عارف ايه، وكلام كل اللي بيحصل من بعده تبص تلاقي نفسيا لاولادك او زوجك ضرر عظيم. حتى اهلك عمرنا ما شفنا حد فرحان في طلاقه، ده بتبقى مصيبه وكارثه وربنا بيبغضها. انت ازاي فرحانه؟ كلمه مطلقه مش سهله ولا بسيطه، حتى لو ارتحتي من شخص فانت بتلاقي مجتمع كامل اختلفت نظرته ليكي، من بعد ما كان ليكي ظهر وحمى بقى ظهرك مكشوف، سندك ما عادش موجود، ولو ليكي 100 اخ وليكي 100 اب. زوجك يختلف عن كل دول، زوجك هو سترك، غطاكي، جنتك، حياتك واخرتك. زوجتك هي الامان، هي الدفى، هي الحصن، هي حصنك من معصيه تؤدي لهلاكك، هي اللي بتربي عيالك وبتخليهم احسن الناس، هي اللي بتبني بيتك وبتبني مستقبلك، هي صاحبه ونص طريقك، مش انت لوحدك اللي بتعيش ولا انت لوحدك اللي بتبني الطريق، انتوا الاثنين دوركم واحد بل هي دورها اكتر. حافظ عليها واحميها من نفسك ومن نفسها، احميها من نفسك ومن شرور اللي حواليها، خليك سند وحصن بجد. قبل الطلاق روح اتفرج على محكمة الأسرة
واللي فيها. روح اتفرج على الاب اللي مش عارف يشوف عياله، روح اتفرج على الام اللي مش عارفه تاخد حق اولادها من طليقها، ولا راضي يصرف عليهم. قبل ما تطلق افتكر ربنا. هل انت ما قصرتش في حقهم فعلا؟ هل جربت تصلح؟ هل جربتوا تتنازلوا عشان خاطر حياتكم وعيالكم؟ اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا متابعه وتشيروا عشان يوصل لغيركم. حاجه بسيطه من المشاكل اللي بتقابلنا واسباب الطلاق. هستناكم تشاركوني في الكومنتات لو عندكم اراء تانية او اشكال تانية عن نسبه الطلاق وازاي نعالجها. ويمكن حد يقرا الكومنتات ويكون محتاج فعلا يسمع الكلام ده او يقرا الكلام ده.